ايمو ساما. ايمو ساما الشخصية اللي أول مرة ظهرت فيها في الأنمي، ظهرت على هيئة ظل زي شخصيات كتير، والشخصيات المظللة مثلا زي كايدو، زي لوكي، زي الشخصيات دي اعرف طالما أوضة مظللها يبقى هي ليها قصة عميقة وجامدة جدا. المهم أول ظهور لإيمو ساما كان في أول الفصل 1179 أو في الفصل 1179. يبدأ الموضوع لما إيمو ساما كان عايز يروح الباف، ومرة واحدة جوروسي قالوله لا يليق بأحد بمقامك أن ينزل إلى هذا المكان. دي يعني إهانة شويتين، حاسة إهانة بس ما علينا. المهم كلمة من هنا على كلمة من هنا، دخل جارلينج وقال لهم فيها رجالة احنا القوة عندنا ميتة خالص. ما قالش كده يعني، بس أنا بقول إنه عموما بقولها بطريقتي وخلاص. وهو بيتكلم مرة واحدة يورك رنت عليه وقالت له أنا عايز آكل. قال لها مفيش أكل ومش عارف، اعتبر نفسك متواطئة مع فيجا بانج. قال لها اصنعي بس المذر فليم الأول احسن، عشان مش بطيء امها ولا بطيء اشكالها ولا بطيء. 僕ちゃんが教えてくれたいろんな معلش بس اندمجت شويه. ما علينا. برضو ايمو ساما فضل مصر ان هو ينزل يروح البف بنفسه. وهنا نبدأ بقى نخش في تفاصيل الحلقة. ايمو ساما بعد ما اترسبن مرة واحدة جوه الباف، طبعا لو انت لاحظتوا في كده في حتة في المانجا اللي هي علامة موسيقى، في موسيقى هتبقى لإيمو ساما بيترسبن زي موسيقى لوفي كده، وهو قصدي بيظهر يعني وهو بيجي يتحول للجوي بوي اللي هي طول التحريري يعني. هي بقى الموسيقى بتاعته دي الله اعلم، يعني ممكن تكون يعني دي طالما دي طبول مثلا تحرير، يبقى دي طبول مأساة، طبول حاجة ما علينا. او ممكن ما تكونش طبول اصلا، ممكن تكون موسيقى عادية بس ايه اي حاجة وخلاص. فاول ما بيظهر لنا الاسم ده نيرونا ايمو، ويظهر بوشه ومكتوب تحت او فوق يعني مؤسس حكومة العالم واحد الملوك العشرين، بالقدرة فاكهة شيطان. هنا بقى انا دماغي جالها لاج، لان انت هنا ما تعرفش هو ده قصده ان هو عنده فاكهة شيطان ولا قدرته هي فاكهة شيطان. انت لما تيجي تبص في خلقته انت هتلاقيه مزيج ما بين كذا حاجة، عرق لوناريان على شيطان على تحسه كده بتوع سكايبيا دول، حاجات كتير. اصل هو في حاجة من حاجتين، يا اما اوضة عامله كده وبيستعبط، يا اما حاجة تانية خالص. ممكن يكون الظل ده اصلا هو جسده الرئيسي ويقدر ياخد وعاء مثلا. ممكن مثلا ده يكون جسم حد من زمان ولا حاجة، او ممكن يكون بيعرف يشكل جسمه ومثلا ياخد كذا وضعية بجسمه. لان انت برضه لو لاحظت في الحلقة اللي سوكا كان فيها في الماريجوا وايمو سما قعد يجري وراه، اللي حصل بقى لو انت جيت بص كده ان انت هتلاقيه شكل مختلف خالص 200% عن شكله وهو متظلل وعن شكله وهو ظاهر في المانجا. والعجيب اكتر بقى ان هو اصلا ممكن يكون من عرق اللوناريان، بس مثلا ممكن يكون عرق من مشتقات اللوناريان. اصل بص، انا عارف انك قاعد بتضحك دلوقتي بس اسمعني للاخر بس وهتفهم. اصل هقول لك على حاجه، الشعر الابيض والجناحات دول ما يفسروش غير ان هو عرق اللوناريان، وغير كده هو هيكون سعى ان هو يبيد عرق اللوناريان ليه. يعني اقول لك على حاجه، يعني مثلا اباد اللي هم علماء اوهارا دولت عشان هم كانوا بيبحثوا في القرن الفارغ، وعشان برضو ان هو بيعرف يقرأوا البونيجليف وكده، برضو هيجيبوا معلومات عن القرن الفارغ وهو مش عايز حد يعرف ايه اللي حصل في القرن الفارغ. اما هو فكرة بقى ان هو اباد عرق اللوناريان لاي سبب محدش يعرف حتى الان. وهنا بقى نيجي للنقطة اللي بعدها. اول ما ايمو ساما نزل في الباف، او زي ما بنقولها تراسبن في الباف، كده انت لاحظت ان كان في كده اللي هو علامة سؤال اكنه بيكح دم، وهو اصلا الجروسي كانوا قاعدين بيتحايلوا عليه عشان ما يبعدش عن القلعة اللي فوق في الماريجوا. وهنا في حاجة تفسر ان حياته او حاجة من حياته ليها علاقة بالقلعة اللي موجودة في الماريجوا. وهنا بقى نرجع للنقطة اللي احنا كنا بنقول عليها، واللي هو ان هو اصلا ممكن يكون خالد، لان هو اساسا كان برضه بيدور وكان بيقول ان هو عايز فيفي او ليلي ما علينا، فيفي بأي طريقة. فده يمكن يكون عايزها عشان يخليها الوعاء بتاعه. وغير كده برضه ان هو دخل في اسمها ايه دي اللي دخلت جزيرة الباب في البداية، ما علينا. فيمكن مثلا ان الجسم بتاعه ده بدأ يتعفن او يحصل له حاجة، فهو بدأ يدور على جسد يخش فيه. وبس كده وصلنا لنهاية المقطع يعني، فما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وبرضه متنساش يا صديقي تقول لي ايه رأيك في الكومنتات بشأن يعني نظريات ايمو دي، يعني مثلا تتوقع ايه قدرة ايمو اصلا. يلا سلام.